في وجهة نظري انت ما بتسيبش الشغل، انت بتسيب المدير. لو المدير مش مريحك، لو انت مش مبسوط في الشغل مع المدير ده يبقى اهم سبب واكبر سبب ان انت تسيب الشغل. لو المدير مريحك هيهون عليك كل العوامل وكل المشاكل التانية. ده اول حاجة، بسم الله الرحمن الرحيم. تاني حاجة زمايلك. انت ممكن تبقى بتشتغل شغلانة حلوة جدا 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 جدا، بس زميلك اللي قاعد جنبك او زميلتك اللي بتستلم منك الشغل مطلعين عينيك، مضايقينك ومكرهينك في حياتك وفي الشغل، ومخلينك لا عايز تشتغل الشغلانه ولا طايق الشغلانه ولا عايز تشوف وش الشركه ولا وش الناس اللي في الشركه. دول سببين كده، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في الاسباب الشخصيه. الاسباب الشخصيه زي اولا مرتبك عامل ازاي قصاد المجهود اللي انت بتحطه في الشغل، وده بيفرق من بني ادم لبني ادم. انت ممكن تلاقي اتنين قاعدين جنب بعض بياخدوا نفس المرتب، بيعملوا نفس الشغل، بس في واحد بيقول لك الحمد لله انا عندي شغل، وواحد تاني بيقول لك ايه ده، بشتغل كتير قوي على الناس دي، انا بديهم مجهود كتير قوي على الفلوس اللي انا باخدها. المهم ان انت تبقى مبسوط. فكره المرتب حاجه مهمه جدا. التقدير على مجهودك وشغلك. انت ممكن تبقى بتشتغل في حته حلوه جدا وبتعمل شغل حلو جدا وبتاخد مرتب حلو جدا ومديرك حلو، كل حاجه جميله، بس ما بيتقالكش شكرا او برافو او شغلك عمل فرق. انت مهم، شغلك مهم، فانت مهم. يعني دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لك عشان تحقق بيها نفسك. بلس ان لو الشغل ده مش بيحقق لك ذاتك، مش بيحقق لك اهدافك، مش بيحقق لك اللي انت نفسك فيه، مهما كنت بتعمل فلوس الدنيا هيفضل ده عامل لك ازمه في حياتك. في اسباب تانية طبعا. الانفايرمنت، الشغل بعيد عنك قد ايه، تركب له مواصلات قد ايه، الشغل بياخد منك مجهود بدني او ذهني قد ايه. لان المجهود الذهني ليه ممكن تأثير، نفس التأثير يمكن اكتر عليك ان انت تتعب زي المجهود البدني. يعني اللي بيشتغل حاجة بدنية زي ان هو بيشيل وبيمرن وبيعمل حاجة عضلية، نفس الكلام برضو المجهود الذهني. انت ممكن المجهود الذهني ده يجي لك مايند بلوك، مخك وقف، مش عارف تفكر، مش عارف تطلع شغل، وبتيجي يأثر عليك بقى كل حاجة، تبتدي تتعب، بطنك توجعك، فاهم، يحصل لك مشاكل.